تخيلي تكتشفي ان بقى عندك مقاومة من حقن البوتوكس، يعني بحقنه وما بيدينيش ريزلت، رغم ان انا زمان كنت بحقنه وبيديني ريزلت سريعة جدا. هقولك 3 تريكات لو عملتيهم مستحيل يجيلك مقاومة البوتوكس حتى لو فضلتي تحقنيه طول عمرك زي حالاتي كده. اول حاجة واكتر حاجة بتعمل مقاومة للبوتوكس هو الريتاتش. ما تعمليش ريتاتش بوتوكس خاصة في الفترة من 15 يوم لحد 90 يوم من الحقنة الأولى. الريتاتش يا جماعة مش أول ما أشوف خط باقي رفيع يكاد يكون محدش شايفه غيرك أجري على العيادة وأحقن ريتاتش. الريتاتش معناه السبب الأساسي اللي بيكون لي أنتي بوديز وأجسام مضادة في جسمك تقاوم حقن البوتوكس في المرة اللي بعدها. تاني تركة، هتختاري دكتورك صح، لان لو حقنتي كميات كبيرة زيادة عن الجرعة الطبيعية هتعمل لك سايد افكت وممكن تعمل توزس، وكمان هي دي هتبقى سبب للمقاومة في المرة اللي بعدها. ولو حقنا كميات قليلة عن الدوز الطبيعية هيروح البوتوكس منك بسرعة وهتضطري تحقني قبل المدة المظبوطة. تالت تركة وهي من الحاجات اللي انا بفضلها جدا، حاولي دايما تحقني مرممات ومحفزات البشرة عشان دي هتساعد كواليتي جلدك تبقى عالية، وبالتالي التجعيدة تبقى مش موجودة وما اضطرش ان انا كل شوية اجري عشان احقن البوتوكس. بالعكس في كل مرة هحتاج دوز اقل وهلاقي دايما النتيجة مبهرة. طيب الناس اللي على طول بتحقن بوتوكس ودايما ومن زمان بتحقنه، هل هيحصل لها مقاومة أو التجاعيد هتزيد وجلدها هيرهل؟ الإجابة بتاعت السؤال ده هكتبها لكم في الكابشن. ما تنسيش تبعتي الفيديو ده لكل أصحابك اللي بتحبيهم واللي انتي عارفة ان هم بيجروا يعملوا ريتاتش كتير.